بما اننا في رمضان ما ترموش بذر البلح لانه كنز، هنعمل بيه ماسك رائع لتكثيف الشعر. اول حاجه بغسل البذر كويس جدا لحد ما يبقاش فيه يعني اي الفتة اللي بتبقى موجوده فيه او الحاجات دي كلها، وبعدين بسيبه ينشف تماما. بعد ما نشف كده وما بقاش فيه ميه خالص، يعني سبته حطيته على صفايه ونشف خالص، باخد منه حبه وبحطه في اي حله او طاسه عندي، بحطه على النار لحد ما يغمق، يعني يبقى لونه بني. هو اسود مني بس هو المفروض يبقى لونه بني مش اسود كده. ممكن طبعا احمصه على النار او في الفرن، اي حاجه يعني على حسب المتوفر عندي. بدقه كده شويه بحيث ان ما اضغطش على الكبه، يعني علشان الكبه ما تبوظش طبعا. ولما اجي اضربه في الكبه لازم يكون سخن، واكون متاكده طبعا ان الكبه بتاعتي نوعها كويس. انا خفت بصراحه تبوظ، يعني ضربتها ضربتين كده وصفيته وخدت منه حبه. الناس اللي ما عندهمش كبه او خايفين على الكبه بتاعتهم، استنوا الفيديو الجاي هقولكوا على وصفه برضو يعني زي الوصفه دي، نفس الفوائد وكل حاجه، تكثيف للشعر رائع، مكون بسيط خالص. استنوا الفيديو الجاي هعمله على طول ان شاء الله عشان نلحق نعمل ماسكات العيد. هحط بقى الزيت اختياري، يعني قدامنا زيت جوز الهند او زيت الزيتون، وطبعا على حسب اللي بيمشي مع شعرنا. انا زيت الجوز الهند هو اللي بيمشي مع شعري، لو زيت الزيتون بيمشي مع شعركم تقدروا تحطوه طبعا. ممكن طبعا نضيف زيت الجوجوبا او اللوز الحلو، يعني على حسب الزيوت المتوفرة عندي للترطيب. لكن هو زيت جوز الهند او زيت الزيتون مع المطحون بتاع بذر البلح هو ده مخصص لتكثيف الشعر. نقدر نضيف حاجة بقى كترطيب، هو كده كده جوز الهند بيرطب حلو قوي الشعر، وزيت الزيتون للشعر المناسب برضو اللي بيمشي معاه. زيت الزيتون بيبقى مرطب برضو حلو، بس ممكن نضيف كمان اي حاجة مرطبة تانية زي الجوجوبا او اللوز. انا اكتفيت بالزيت والمطحون بتاع البذر بس، وبنسيبهم مع بعض لمدة 3 ايام لاسبوع، بعدين بنستخدمه. طبعا جوز الهند بيجمد في الشتاء، نحط البرطمان في حمام بخار دافي لحد ما الماسك يسيح، وبعدين يتحط على شعر مغسول بميه دافيه وما يكونش فيه اي زيوت، يعني يتغسل بشامبو. طبعا مش بنحطه كله، يعني بنحط على قد شعرنا، وبعدين نلفه بهير كاب او كيس، يعني على حسب المتوفر عندنا. هتسيبوه على الشعر من 3 ساعات ل 8 ساعات، يعني اقصى حاجه 8 ساعات. وبعدين فروه الراس بتتغسل كويس بالشامبو، الفروه بس، يعني بنعمل مساج كده للفروه ويتغسل بالشامبو. اللي تجربوا تقولي في الكومنتات، وطبعا اللي مش هتقدر تعمل مطحون بذر التمر فتستنى الفيديو الجاي، هقول لكم على ماسك رائع برضو للشعر بنفس الفعاليه وبمكون بسيط خالص من غير طحن ولا حاجه. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجايه.